هل جالك في يوم قبل كده فكرة انك تسيب الدراسة؟ انا فكرت ونفذت وخدت القرار، بس بعد سنة من القرار ده جاي اشارككم. هل انا ندمانة؟ مبدئيا بكل بساطة انا أمنية، وانا قررت اسيب الدراسة سنة واعمل زي الناس الناجحة ما بتعمل، بيسيبوا التعليم. مش كده ولا ايه؟ اللي بيسموا السقوط او ان احنا هنعيد السنه بما يسمى بالجاب يير، ودي حاجه مشهوره قوي بره مصر. بتكون فتره راحه بياخدها الطالب لمده سنه ما بين التعليم الثانوي وما بين الجامعه، ونقدر ناخدها في سنوات الجامعه عادي. بس عشان ده اصلا مش موجود في بلادنا او عائلاتنا، فانا رحت قدمت ورقي في الجامعه وما دخلتش الجامعه لمده سنه ووقفت دراسه. ايه اللي حصل بقى في السنه دي؟ هحكي لكم، بس قبل ما احكي لكم ايه اللي حصل لي خليني اعرفكم على ينفع. لو انت طالب او اتخرجت وبتحاول تكتشف او تطور من نفسك زي ينفع.com، موقع تلاقي نفسك فيه. ده موقع كورسات فيه اكتر من 300 كورس كلهم بالعربي. بتشوفوا كل الكورسات اللي فيه باشتراك واحد بس لمده سنه كامله. كورسات عن الديزاين او الماركتينج او الانجليش وحاجات تانية كتير. هم اكتر من 300 كورس، بس انت مش هتتوه فيهم. عارف ليه؟ عشان عندهم حاجه اسمها مسارات التعلم. بتعمل ايه دي؟ ببساطه بتختار اسم الوظيفه اللي عايز تشتغلها وتتعلم عنها. هتلاقي كل الكورسات بتاعت الوظيفه دي في مكان واحد. انا بالنسبه لي التعليم الاونلاين بيوفر فلوس ووقت وصحه، عشان لو حاولت تتعلم عن الديزاين بره مثلا هتدفع فلوس كتير، وكمان هتضيع وقت في المواصلات رايح جاي في الجو اللي احنا عايشين فيه ده، وكمان مش هيبقى عندك المرونه اللي موجوده في ينفع. ببساطه بفتح لك اكتر من مجال تدرسهم، يعني مش مجبر على حاجه واحده بس. باي. وكل ده باشتراك سنوي واحد يفتح لك 300 كورس بالعربي بسعر قليل جدا. عشان لو استخدمت كود امنيه هتاخد خصم يوصل لحد 70%. فلو لسه مشتت او تايه، ابدا اتعلم واكتشف نفسك من دلوقتي. بس بالنسبه للي حصل لي السنه دي كانت الطريقه الاصعب لاكتشاف الذات. أمنية خدت جاب يير وسابت الدراسة. قررت أسيب الدراسة بس عشان يكون في حد عمل كده قبل كده، ودخلت أشوف مين عمل كده. هنلاقي أنا وأنا برضو تاني، أنا هنا وأنا هنا. إيه بقى؟ مفيش غيري إني أجرب في نفسي، وده حل الوحيد. أجرب ونشوف الحياة الحقيقية. وفعلا اشتغلت، سافرت بلدين مختلفين بره مصر ومحافظات جوه مصر، وعرفت نفسي اكتر وتعالجت نفسيا في رحله علاج نفسي طويله ولسه مستمر. ووقعت مش مره ولا اتنين ولا تلاته، كتير. والمضحك اني ذاكرت، والحقيقي ان انا ذاكرت اكتر من اي سنه عدت عليا قبل كده في حياتي كلها. فلو انت مفكر انك لما هتسيب الدراسه هتسلم، فلا. وفي رحله تعليم عن نفسي اكتشفت ان ده مش شرط انكم تعملوه بانكم تسيبوا الدراسه، وده عكس المتوقع من شخص ساب الدراسه. بالعكس، انت تقدر تتعلم في الجامعه، تقدر تتعلم كل حاجه اونلاين عادي جدا، بس ده على حسب الجامعه وعلى حسب الوقت. بس عشان احنا مختلفين لاحظت ضغط ومشكله. المشكله الحقيقيه مش في الدراسه، المشكله في ضغط المجتمع. ان انت مطلوب منك انك تعرف انت عايز تعمل ايه دلوقتي حالا، من واحنا في اللفه حرفيا. غلطتك وانت بتتولد انك اتعلمت المشي بدل ما تتعلم كل حاجه عن الحياه. يا ريتني كنت عرفت المعلومه دي قبل ما اتولد. ده نوع الضغط اللي بيعمله المجتمع علينا. لازم تتخرج قبل سن 22 سنه، لازم. بقول لك لازم، انا بقول لك لازم عشان ما تبقاش متاخر. مش عارفه مين اللي قرر مين متاخر ومين متقدم، بس عشان ما تبقاش متاخر. لو اجلت سنه عشان تستكشف نفسك او تاخد بريك حتى بعد سنه صعبه جدا زي الثانويه العامه تحديدا في مصر، اللي بتخليك طالع ناسي يعني ازاي البني ادم الطبيعي بيعيش. انا مش بافور، دي حقيقه. هي كلمه واحده بس، انتي هتكوني متاخره سنه. دي اول حاجه سمعتها. او ساقط، او صحابك كلهم هيكونوا اتخرجوا اكبر منك وانت لسه بتبدا وهتبقى مختلف عنهم. المفروض كلنا نبقى شبه بعض. على ان نفس صحابي دول دخلوا الجامعه، منهم اللي هيدخل يقعد فيها 6 و7 سنين، يتخرج يكتشف ان مش هيقدر يشتغل، فيروح يغير شغله وبيبدا من الصفر في حاجه جديده. مهندس يدرس 5 سنين، بعدها يقول انا هعمل كارير شيفت. لحد النهارده بشوفهم بيكتبوا بوست انا عايز احول، ومش شخص واحد ولا 2، دي ظاهره. وبعد كل ده يرموا السنين دي وبيبداوا من الصفر، يرجعوا يقولوا لنفس الطالب اللي قرر ياخد جاب يير زي مثلا عشان يوفر على نفسه وقت وسنين عمره اللي كان ممكن يقضيها في كليه غلط، فياخد سنه توفر عليه 5 سنين مثلا في مجرد سنه واحده. مش هيسيب التعليم، والمجتمع يقنعك ان اللي متاخر سنه ده هو اللي خد جاب يير حرفيا، واصحابك هم اللي سابقين. وفي الحقيقه مفيش حد سابق ومفيش حد متاخر، ومفيش حد صح ومفيش حد غلط. هو انت عندك اختيارات كتير بتختار منها قرار مناسب لحياتك. في ناس فعلا عارفين هم عايزين يعملوا ايه، بحترمهم جدا، بس دول مش كل الناس. طب والباقي؟ لما قررت اسيب الدراسه، واللي هو قرار ملهوش اي ضرر بالمناسبه،
في نفس الوقت لو انت شخص ما عندكش اللي يشغلك عن الدراسه ما تاخدوش القرار ده. هي مش روشنه، هو لازم يكون عندك سبب تقنع بيه اهلك اولا وسبب كافي لنفسك. بس للاسف احنا بنحط الصح والغلط على المعايير الدوليه للمجتمع. طالما مفيش حد عمل كده قبل كده يبقى انت المختلف، يبقى انت غلط وفاشل ومتأخرة وعيب. مش عارفة مين قرر ان ده عيب، بس هي في موجود عيب، ولكتير مننا مفيش حرية الاختيار اصلا. فالصح والغلط هو اللي مناسب لمستقبلك ولنفسك، وتوقع ان مفيش اي حاجة سهلة، عشان رغم كل الانجازات دي أمنية انهارت. وده الفصل الحزين من القصة. الحياة مش وردية، هي ممكن تبان كده. أنا هقول لكم الحقيقة، لم تجري الأمور كما خطط لها. كنت فاكرة زيكم كده بالظبط، هبقى زي مارك زوكربيرج أو إيلون ماسك، ودخلت في مرحلة خطيرة هسميها مرحلة ما بعد تهكير السيستم. اكتئاب بتاع ما بعد التخرج. ده بيحصل بعد ما تعيش أحلى سنين عمرك وتدرس في الجامعة وتحب وتتحب والكلام الفارغ ده، وتتخرج تلاقي إن الحياة كده بجد، الحياة كده عاملة كده. فالطالب بتتخض بقى إن الحياة صعبة بجد، وفلتر الروتين اللي علموه لنا في الجامعه او المدرسه بيتشال كده، ده هو بيتشال كده. حاجه تخض فعلا لما حياتنا تكون معتمده علينا بشكل كامل. هي دي حاجه بديهيه، بس انت لما توصل للمرحله دي هتتخض، بس هتفضل تخوفنا الفكره دي لحد ما تتاكد وتطمن لنفسك وانك يجي منك وتقدر تعمل حاجات عظيمه. انا ما اتخرجتش بس برضو اكتئبت ودخلت فيها زي اللي اتخرجوا بالظبط. الفرق ان رجعت ادرس تاني بعدها، وهعدي بنفس المرحله دي تاني لما اتخرج، وكده عشتها مرتين. انا قررت اعيشها لنفسي وانا عندي 18 سنه ودفعت ثمن ده. مخ الانسان بيحتاج وقت يفهم الحاجات، يعالج اللي بيحصل. عيوب ان الوقت بقى مفتوح، بس مميزات انك هتتعلم الالتزام والديديكيشن بنفسك عشان بقيت حد مسؤول. الموضوع بياخد وقت ومشاكل، ولما الاكتئاب طول انا رحت للثيرابيست، لدكتور، عشان عطلني عن حياتي لمده 6 شهور. وانا بدات رحله علاجي النفسي من سنه تقريبا. خش على اللي بعده، مرحله التوهان، الفصل الثالث. تكتشف بقى انك بتبدا تسال اسئله فلسفيه كل يوم وتفضل تايه. حتى لو انا كنت عارفه انا المفروض اعمل ايه، انا برضو تهت ومش كل حاجه عرفت اعملها لوحدي. فبدات اسال. يا لهوي، الخطوه دي لو تعلمون قد ايه هي صعبه. انا اتخليت عن فكره اني عارفه كل حاجه او هعرف كل حاجه بنفسي. اركنوا المفهوميه بتاعتكم دي على جنب. اتعلمت اقول لا معرفش، انا محتاجه حد يعلمني. لما بدات اقول كده وبطلت اعمل فيها ان انا عامله فيها، اديت فرصه لوداني تسمع معلومات من ده. في النهاية، وده الشابتر الأخير، الشابتر الرابع، إن أنا مش ندمانة. حطيت خطط وفشلت، إيه يعني؟ صغيرة وبتعلم، حتى لو كبيرة هتعلم. أخدت جاب يير ومحققتش كل اللي أنا كان نفسي فيه، لكن الوقت ده ما كانش وقت ضايع. السنة وهي خلصت خلاص ودخلت الكلية، بس كنت هندم لو ما عملتش حاجة قربتني من نفسي قوي زي السنة اللي فاتت. وعشان دايما بنجري مع الناس، وعمري ما سألت اللي جنبي هو احنا بنجري ليه. السؤال اللي تسأله لنفسك، الناس سابقة في ايه؟ كل واحد في طريقه، مفيش 2 بيجروا لنفس المكان غير في الماراثون. طالما مش عارفين احنا بنجري ليه ورايحين لفين، محتاجين نبطأ عشان اخاف نجري سنين ونوصل فعلا، بس نوصل لحاجات احنا مش عايزينها، وبنقنع نفسنا ان ده فعلا اللي احنا عايزينه، بس مش ده اللي احنا عايزينه. عشان كده رسالتي من الفيديو ده، انا مش جاي اقول لحد فيكم يسيب الدراسه. التجربه دي مش اي حد يعملها غير لو عارف ليه، عارف السؤال بتاع ليه هعمل كده، ويبقى عنده اجابه في السطر اللي تحت، وياخد الجاب يير بعدها. بالنسبه لي في الاخر خالص انا عرفت انا كنت محتاجه اسيب الدراسه ليه. الاجابه هي عشان ادرس. الحاجه الوحيده اللي اكتشفت انها محتاجه دراسه وتعليم واكتشاف حاجات جديده طول الوقت وباستمرار، وهتمتحنوا فيها نفسكم، انك تذاكر نفسك، افكارك ومشاعرك ورغباتك. كل ده مذاكره ودراسه مستمره عمرها ما هتقف. بس احنا بنتولد بيعلمونا ازاي نذاكر ونجيب درجات اعلى حاجه، ونفهم المجتمع بالحاجات الغلط اللي فيه، بس محدش هيعلمكم تفهموا نفسكم. دي مسؤوليتكم بقى، ونكون احسن. لو ذاكرت نفسك كويس هتنجح في الحياه دي والله، مش بس في الماده، مش بس في الجامعه، مش بس في المدرسه، مش بس في الشغل، هتنجح في حياتك كلها. التعليم هيخلص وهتتخرج وهتشتغل وهتعدي الايام، وهيكون اهم تعليم ممكن تتعلمه في حياتك، التعليم اللي ملهوش شهاده بس هو اهم من اي شهاده، هي انك تعلم نفسك عن نفسك. بس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي.